بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. احبائي اخواتي واخواتي، دلوقتي احنا كلمناكم من بالليل وقلنا عملنا الخميره. ادي الخميره اهي بتاعتنا اللي خمرت. الخميره اهي اللي خمرت يا جماعه. كده هنبتدي نصبها على الدقيق، على كميه الدقيق بقول ان احنا هنخبزها اهي. بنزلها كده، ننزل الخميره اهي، ما بنسيبش حاجه طبعا اهي. على شويه دقيق كده نشفى عشان نطلعها كلها. بعد كده ببتدي اعجن عجينه عادي خالص. بس عجينه العيش المصري ده بتبقى عجينه طريه، ما بتبقاش جامده يعني، ما بتبقاش ناشفه. دي من امبارح طبعا محطوط فيها عشان كنت حطيها جوه العجانه. بس كده مخليش في حاجه يعني. بعد كده ابتدي اعجن يا جماعه بميه دافيه. نعجن بميه دافيه حلوه يعني، مش دافيه قوي يعني، ايه، مايله للسخونه بسيط كده. نعجنها ان شاء الله باذن الله. الدقيق ده نحط عليه برضو، رش عليه شويه ملح. احنا قلنا الملح بينجح اي معجنات عامه يعني، حلوه كده. ابتدي اعجن. احط ميه بالتدريج عشان ابتدي املك العجين كويس. طبعا انا بعجن بايدي، لو عندي عجان كان زمان عجنت كل ده، بس للاسف معنديش عجان. العجين بيتعب بقى طبعا. اقول ايه بقى، ربنا يقويني. لما كده من تحت اجيبه زي ما اتعودنا بقى في بيت اهالينا كنا بنعجن. تجيب الدقيق من تحت كده، نجيبه من تحت كده كلها. طبعا العجينه مش هتاخد الوقت ده كله، الجهد ده كله معايا. الواحد بيتعب فعلا يعني. ابتدي املكه كويس واعجنه كويس. عجينته بتبقى طريه، ما بتبقاش قلنا زي ما قلنا، ما بتبقاش ايه جامده، بتبقى العجينه طريه. لسه فيها دقيق من تحت، نجيبها تاني كده، احط ميه كده، الدقيق ايه يتشبع بالميه وعجين. طبعا حطيت الخميره الاول، احنا سيبناها من بالليل اتفقنا. بس مليانه دقيق. كده اجيب من تحت كده الدقيق كله، لازم ادخله كله في قلب العجينه، ما نسيبش حاجه. طبعا عشان الجو شتا انا ببتدي اقوم بدري عشان ايه، اخلص بدري. لكن لو في الصيف بخبز في اي وقت عادي، مش فارق معايا العصر بالليل، الجو يبقى سخن طبعا والعيش بيطلع بسرعه. لكن في الشتا العيش بياخد شويه في الخمور، مش زي الصيف. لكم كويس.
المية طبعا بنحطها بالتدريج يا جماعة، مش على طول يعني ايه، على حسب ما العجين ما بياخد الدقيق ما بياخد، لان انا لسه في تحت مليان دقيق اهو، بجيبه من تحت اهو. ادي الدقيق اهو معايا. اهم حاجة عجينه كويس، يتعجن كويس، اهم حاجة يتعجن كويس. خميرة حمرانة زي الفل. لسه فيها دقيق من تحت برضو، ابتدي احاول اجيبه من تحت كويس عشان ادخله جوه العجين. كمان شوية مية بسيطة كده عشان اوصل للعجينة اللي انا عايزاها، للسمك اللي انا عايزاه بتاع العجين. احنا قلنا تبقى عجينة طرية، متبقاش عجينة ماسكة نفسها هي. بعد كده العجين ده لما بخلصه كده هعجنه كويس، املكه كويس، بسيبه لغاية ما العجين ده يتملي بقى، يتضاعف حجمه. سيبه ساعة كده في الخمور، ياخد ساعة في الخمور كده، سيبه يعني ايه حجمه بيزيد. هوريهولكوا برضو بعد ما يخمر كويس. ده بقى اساس نجاح العيش المصري، ان انا اسيب العجين ده يخمر، يتملي العجان ده عجين، يتضاعف حجمه، يعني كل ده بيتملي عجين. كمان بقلبنا كده بقى، من تحت لو في حاجة دقيق، حاجات بسيطة. الدنيا كده كده العجينة بتاعتي جاهزة يا جماعة، تمام كده. هي دي العجينة اللي أنا عايزاها، هو ده سمك العيش اللي أنا عايزاه. العجينة تبقى ازاي طرية كده في ايدي، تبقى لينة، مش ناشفة كده زي بقية المخبوزات. لا، عجينة العيش المصري بتبقى حلوة عشان العيش يطلع حلو. دي سنة مية كمان بسيطة كده، نقدر املكه كويس. ازيكم، تدعموني وتشجعوني، قولوا ايه رأيكم. انا اول مرة اعمل حاجة زي كده يعني في قناة ازحها، فاتمنى كده ان انا ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم باذن الله. ادي يا جماعة هو ده اللي انا عايزاه بالظبط، تمام كده. العجينة زي الفل، بسيبها تخمر ساعة كده، تخمر ساعة ان شاء الله.
وارجع لكم تاني باذن الله ان شاء الله كده، اوريكم حجمها ازاي وبتاعه، ونبتدي ايه نشوف المرحله اللي بعد كده هنعمل ايه.